يمتلك دكه بدلاء ممتازه، يمتلك لاعبين عندهم امكانيات عاليه جدا، لعيبه عندها امور فرديه وفنيه عاليه جدا، عندهم فوارق فرديه ممكن تكون اعلى من حسيت بغياب عبد الله السعيد؟ بص، الاسماعيلي غاب من عنده من سنه 2000 لا يقل عن 60 لعيب، ما حسيتش بالفرق الكبير يعني عادي. يعني عبد الله السعيد لعيب كبير بس طبعا الاسماعيلي مليء بالمواهب. وانا شايف ان امير سعيد الربع ساعه اللي عملها في مباراه النادي الاسماعيلي مع بني سويف كان اكثر من رائع، ومع الوقت امير سعيد سيظهر بشكل كبير جدا، هيكون مؤثر واضافه للنادي الاسماعيلي. ممكن يدي الدور اللي بيديه عبد الله السعيد في النادي الاسماعيلي، هيكون همزه الوصل ما بين خط الوسط وخط الهجوم. هو بس عاوز حته ثقه، عاوز قرصه ودنه انه يلعب لعب جماعي مش لعب فردي. تفتكر كريستيانو رونالدو لما كان موجود مع مانشستر احنا بنعمل دوري انجليزي؟ نعم. كان في بدايته فردي جدا، وفي الوقت الحالي سعره وصل 110 مليون يورو. ليه؟ و170 السنه دي كمان كان مانشستر سيتي عاوزه. ليه؟ لان السير اليكس فيرجسون قدر يطوعه ويطوره ويعالجه ذهنيا وفنيا ونفسيا لخدمه فريق زي مانشستر. وصل ان هو هداف الدوري الانجليزي باكثر من 45 هدف، وده كان رقم قياسي بالنسبه للاعبين الاجانب. عشان كده انا اللي طالبه من الكابتن حسام حسن هو انه يطور امير سعيد للاداء الجماعي اكتر من الاداء الفردي. اذا امير سعيد اتطور مع عمر جمال واحمد الجمل وجودون واحمد علي وحسن عبد ربه وعمرو السوليه واحمد سمير فرج واحمد صديق، هقول لك نادي الاسماعيلي يبقى فرقه خطر جدا وقويه جدا. بس طبعا اتمنى من كل قلبي ان الكابتن حسام حسن ولاعيبه النادي الاهلي ما تركنش ان هم فازوا على بني سويف 4-0، لان ده ممكن يكون فوز خادع. عندك مباراه جايه مع نادي المقاولين، اتصور نادي المقاولين من الفرق الممتازه جدا في معدل الاختبار الحقيقي بقى لحسام حسن. هقول لك لان هم لعيبه عندهم معدل لياقي عالي، لعيبه صغيره في السن، ما عندهمش اي ضغوط عصبيه ان يكسبوا بطوله الكاس. اذا وصلوا دور السيمي فاينال هيبقى انجاز كبير جدا لمحمد رضوان ومجموعه لاعبين الصغار السن. عشان كده بقول للكابتن حسام حاول ان انت تخلي اللاعبين الفتره الجايه حته نفسيه وتقول لهم ان مباراه بني سويف مش هي المقياس الحقيقي لنادي الاسماعيلي. نعم. طبعا الاهداف كانت لاحمد الجمل واحمد علي وجدون ومحمد محسن ابو جريشه في الدقيقه السادسه والسبعين بعد طبعا نزوله في الشوط الثاني. نشاهد ماذا قالوا بعد هذه المباراه، مباراه الاسماعيلي وبني سويف. انا بقول دي بدايه لسه نقطه في بحر، رغم ان الحمد لله على اصعب بدايه لاي فرقه في مصر او في العالم. فريق كان فتره اعداد صعبه جدا، نفسيات اللعيبه، الظروف اللي الناس كلها عارفاها. بيتهيألي من ساعه ما كنت بلعب كوره او بدرب ما شفتش فرقه اتعرضت لفتره اعداد او ظروف زي اللي حصلت مع اللعيبه. لكن اللعيبه رجاله، حاولنا ان احنا نجمع الناس، ورغم ان كان في لعيبه قاعدين في بيوتها وفي لعيبه جت بعد فتره، لكن انا بقول النهارده عشان كده كنت قلقان، واثق في لعيبتي جدا، واثق في ربنا الاول ثم لعيبتي، وواثق في شغلنا، لكن كنت قلقان من ان الظروف اللي حصلت للفريق. الحمد لله الاداء النهارده كان كويس في كل اللعيبه، وبشكر الجمهور. النهارده الجمهور كان جه بكثافه، واحنا خلاص ماتش النهارده خلاص بقى ورا ظهرنا ومركزين ان شاء الله في. احنا لسه كنا بنسال تحت والله بعد الماتش مين اللي كسب، المقاولين ولا طلع الجيش. مركزين في الماتش اللي جاي يعني ان شاء الله، وعينينا على الكاس ان شاء الله باذن الله يعني. بس احنا بناخد ماتش كان كل ماتش كانه نهائي. ننتقل للمباراة الأخرى، مباراة وادي دجلة مع نادي الزمالك، وفوز الزمالك ب4 أهداف مقابل هدف واحد بعد أن كان متأخر بهدف مقابل لا شيء. كابتن خالد يمكن طبعا تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، الزمالك استطاع أن يعود مرة أخرى بعد أن كان متأخر بهدف مقابل لا شيء. والتر مايوس يعني أهدى المباراة لكابتن حسن شحاتة ونادي الزمالك بتغييراته الغير سليمة. والله هو رد في المؤتمر الصحفي قال لك انا غيرت حسن مصطفى، وده مش الخطا اللي حصل ان انا عشان كده اخسر من نادي الزمالك، واشاد بنادي الزمالك بشكل كبير جدا. انا شايف ان هو خطا كبير جدا خروج حسن مصطفى، لان طبعا لو انت حبيت تخرج لاعب زي حسن مصطفى لازم تنزل لاعب بلاعب، يعني على الاقل لازم كان يكون موجود شبيطه موجود مع احمد درغام، لان انت في الشوط الاول كنت عامل ضغط كبير جدا على لعيبه وسط ملعب نادي الزمالك، كنت عامل فرق كبير ان انت مسيطر ب5 لعيبه على نادي الزمالك، منهم احمد درغام وحسن مصطفى وعاشور التقي ومحمد نيكي، وكان سايب عبد الفتاح الاغا كراس حربه، وعاشور التقي يمكن كان بيغير مع عبد الفتاح الاغا. في الشوط الثاني انت كنت مسيطر لغايه ال10 دقائق وال5 دقائق الاولى. كابتن حسن شحاته عمل تعديل ممتاز، يمكن احنا طلبنا منه في الاستوديو بين الشوطين بنزول ابراهيم صلاح، وعدل من طريقته من 3 لعب 4-2-3-1. الواحد كان احمد جعفر او عمرو زكي، وكان في تنويع منهم،
وادى حريه اكتر لحسام حسن، لاحمد حسن، وادى حريه اكتر لشيكابالا اللي نزل، لان طبعا كان في مساعده موجوده من ابراهيم صلاح، وريح احمد المرغني في النواحي الدفاعيه بوجود ابراهيم صلاح، وخلى طرفين الملعب يشتغلوا اكتر. محمد عبد الشافي اللي تالق برضه في الشوط الثاني بشكل كبير جدا مع حازم امام. النقطه الاهم هي خروج حسن مصطفى. مره واحده درغام لقى نفسه مواجه لاربع خمس لعيبه، على عكس ان كان في الشوط الاولاني كان موجود جنب حسن مصطفى، كان بيساعده محمد عبد الواحد، كان بيساعده كمان عاشور الطاقي، ودي يمكن امور اثرت بشكل كبير جدا، لان طبعا المعدل اللياقي كان موجود في الشوط الثاني اقل بكتير. النقطه الثانيه هي التالق الغير عادي بالنسبه لاحمد جعفر في استخلاص وفي تنفيذ، مع الاعتماد كمان ان وادي دجله لعب بثلاث مدافعين، قلل فضى نص الملعب خالص، وادى حريه اكتر للعيبه بتعرف تنتج، بتعرف تشتغل صناع لعب منه احمد حسن. المشكله الاكبر ان فالتر موس هو مدرب ممتاز، يعني شال لعيبه وحط قلب دفاعه وكل الاهداف دخل من قلب الدفاع، وده كان خطا كبير جدا، كان ممكن يتداركه بعد الهدف الاول التعادل 1-1. وبعدين رجع نزل احمد مصطفى شمامه مهاجم تاني يعني. بالظبط. فيمكن انا كنت شايف ان طبعا تغيير بتغيير كان ممكن يكون افضل لوادي دجله، ما اعتقدش. يمكن نادي الزمالك برضه زي ما اتكلمنا على نادي الاسماعيلي، نقول ان الفوز صحيح طبعا في فرق كبير جدا بين وادي دجله كامكانيات فنيه وامكانيات بشريه ومدرب كبير زي فالتر موس عنده تاريخ كبير جدا على الساحه العربيه والساحه العالميه مع المنتخب البلجيكي لما وصل كاس العالم سنه 90. فرق كبير بينه وبين سويفا. بس طبعا نادي الزمالك يمتلك من الخبرات ومن العناصر ومن دكه البدايه في الوقت الحالي والاستقطابات اللي عملها هتدي نادي الزمالك فرصه كبيره جدا. بس برضه بقول لهم ممكن يكون فوز خادع في بعض الاخطاء التكتيكيه اللي حصلت في الشوط الثاني ادت الفرصه والغلبه لنادي الزمالك. كده بقول نادي الزمالك ممكن ياخد المباراه الثانيه باكثر جديه، وانا اعتقد يا كابتن تامر ما انتهى بيه الكابتن حسن شحاته هيبدا بالمباراه. نعم. لان يمكن التعديل اللي حصل بخروج صلاح سليمان ده مش تقليل في صلاح سليمان لاعب كويس جدا بس لسه ما انسجمش مع مجموعه، والزمالك لعب باربعه كان ممتاز جدا، ولعب باثنين احمد المغربي وابراهيم صلاح، لعب ثلاثه قدام شيكابالا واحمد حسن وعمرو زكي او احمد جعفر. ده انا في رايي اللي ممكن يكون التشكيل الامثل لحسن شحاته في المباريات القادمه بالنسبه لمباراه الكاس. واحمد حسن ادى مباراه رائعه كابتن خالد، يمكن هدفين في المباراه مع هذا اللاعب، يعني لاعب مثابر. أنا قلت كابتن تامر في مرات كتيره جدا ان احمد خساره للنادي الاهلي ومكسب للنادي الزمالك. اكيد. يعني على الاقل قدامه سنه وسنه، هو لاعب دؤوب، لاعب مكافح، لاعب مجتهد، عنده خبره كبيره جدا، يحب شغله، يعني يحب شغله، مجتهد، وطبعا ده حقه ان احنا نديله حقه انه لاعب فعلا اثمر في نادي الزمالك بشكل كبير جدا، اثمر في نادي الزمالك بشكل كبير، مش اثمر يعني اللون، اثمر في نادي الزمالك بشكل كبير جدا. كان واضح مدى الفارق الفني اللي كان موجود في الشوط الثاني. زي ما قلت في اخطاء موجوده من فالتر موس، ولكن الاخطاء استفاد منها مدرب ثاني وتحسب للمدرب الثاني كيفيه تعديل اوراقه من ناحيه تكتيكيه. يعني انا شايف اكثر اثنين مستفيدين بهذا الفوز كابتن خالد، كابتن حسن شحاته واحمد حسن. والله فوز معنوي اكتر منهم يعني. هو حسن شحاته طبعا لسبب بسيط، انت جاي اول سيزون لسه وانت تلعب مباراه وتخسر من نادي دجله وتخرج، هتاثر كتير جدا عليك، هتاثر كتير جدا عليك على مستوى الدوري. فدي مكسب ثقه، مزيد من الخبره، حاجه معنويه عاليه جدا وذهنيه للجهاز المعاون وكابتن حسن شحاته، بالاضافه طبعا ان احمد حسن بيقول يا جماعه انا لسه ما انتهيتش ولسه ما بطلتش. انت عندك حاجه على الجهاز كابتن خالد؟ انا عاوز اوريك بس الاثنين كانوا بيلعبوا ازاي في فرقه، ما هو لسه كمان فرقه وادي دجله؟ وادي دجله ونادي الزمالك. لا هو جاهز، انت بس تقشر يا كابتن، تحط السمكش دعوه. ماشي اوكي. هو طبعا نادي الزمالك ونادي وادي دجله كان يمكن المباراه لها شقين، الشق الاول كان موجود كناحيه اولى وقلنا نادي دجله كان متفوق بشكل كبير جدا. طبعا دي تحركات او الشكل العام بتاع وادي دجله ونادي الزمالك، الزمالك اللي على الجهه اليسرى ونادي دجله اللي على الجهه اليمنى. طبعا ده يمكن كان محمد عبد الواحد اللي كان واخد دور ممتاز جدا، وده كان عاشور الطاقي وبرضه يمكن من اللعيبه اللي كانوا مؤثرين جدا، ومحمد مكي كان موجود هنا. عبد الفتاح الاغا كان بيتحرك بشكل طولي او عرضي، كان بياخد تبديل مراكز مع عاشور الطاقي. النقطه الاهم هي الحتتين دول كانوا عاملين تامين كويس جدا لفريق نادي وادي دجله في البدايه. نادي الزمالك بدا بصلاح سليمان كان بيلعب بيه هنا، وبدا باحمد المرغني واحمد حسن في الحته ديت وعمرو زكي وحسين حمدي، وكان موجود معاهم شيكابالا. كان في لخبطه كبيره جدا في الشكل العام بتاع نادي الزمالك وعدم انسجام، ونفس الموضوع كمان ان الاثنين دول بنفس الشكل يا كابتن، بنفس الاسطمبه في التعامل او في المباراه، فعشان كده ما ظهرش بشكل كبير. خروج صلاح سليمان اللي هو دوت ونزول بعد كده لاعب زي ابراهيم صلاح عمل تعديل في نص الملعب وامن حته الدفاع وادى حريه
لعبد الشافي، وادى حريه كمان ممتازه جدا لحازم امام، بالاضافه كمان ان حرر الضغط الكبير اللي موجود على احمد حسن في نص الملعب من مين؟ من حسن مصطفى واحمد درغام. النقطه الاهم في الشوط الاول ان دول بتوع وادي دجله دول كلهم كانوا عاملين بريس موجود من حته اللي هي الموجوده في النص الملعب من هنا، وكانوا ضاغطين اكتر ومرجعين نادي الزمالك. الهدف يا كابتن بتاع وادي دجله اعتقد ان كان خطا كبير جدا من مرغني لسبب بسيط، لسبب بسيط، لان طبعا كان مشكله مرغني ان ما عملش تغطيه عاليه على لاعب زي احمد حسن في الترقيصه اللي عملها عليه حسن مصطفى، ودي كانت نقطه سلبيه. فبقول لك التعديل اللي عمله حسن شحاته في الشوط الثاني كان ممتاز، والتغيير اللي عمله فالتر موس هو احد الاسباب الرئيسيه لفوز نادي الزمالك. نعم. نشاهد ماذا قال الكابتن حسن شحاته والكابتن احمد حسن بعد فوز نادي الزمالك ب4 أهداف مقابل هدف واحد. احنا بنقول الحمد لله عشان النهارده، لكن نستنى اللي جاي ان شاء الله. ما قلتش بعد ما تقدمت وادي دجله ده وضع طبيعي، يعني وضع طبيعي، ولان هو الحمد لله رب العالمين كل الكلام ده اتقال للعيبه سواء في التمرين او في المحاضره، ان هم لعيبه يلعبوا كره سهله، الراجل بيخليهم يلعبوا كره سهله، زي ما بيقولوا بيغلسوا قوي على الفرقه اللي بتلعبهم، وبالتالي ممكن يحصل احباط، وفي نفس الوقت جه فيه الجون كمان، فبقت الحالتين الحمد لله مع التغيير الشوط الثاني. مش عاوز اقول التغيير السبب لان لعيبتنا كلها الحمد لله في حاله بدنيه عاليه، فعشان كده بقول ان الشوط الثاني اختلف الحال تماما يعني، فالحمد لله على كل شيء. ابراهيم صلاح يعني اتظبط، مش عاوز طبعا ابراهيم صلاح وجعفر وكل اللعيبه اللي موجوده معايا كل واحد بيبقى ليه دور، احنا ربنا بيوفقنا في اختيار الشخص المناسب في وقت مناسب، وعشان كده بنقول الحمد لله. فضل كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى ان اول لقاء ليا يكون هدفين ونكسب الحمد لله، انما لسه اتمنى ان كل واحد من اللي طلع اتكلم وقال ان احمد حسن وصفقه ومش عارف ايه والكلام ده كله يبقى شجاع ويطلع يعتذر. طبعا نتحدث عن المباراه الثالثه، مباراه انبي والاهلي. كابتن عاوزين نعرف احمد حسن كان يقصد مين، يعني المفروض كان يقول. انا ما اعرفش والله، هو مش قادر يتنفس، هو مزنوق في الحيطه مش قادر يتنفس. لا يعني ما هو شخص معروف، يعني شخص معروف. لا يعني من كتر ما كان. بص يا كابتن يا برضه يمكن انا لا بس هو نفى ان مانويل جوزيه هو اصلا. لا مش جوزيه خالص. لا هو ما قالش جوزيه. لا يعني. طبعا هو على فكره احمد عنده من الكياسه وعنده كمان من الثقافه الاعلاميه اللي ما تخليش يخطأ في جوزيه ويخسر جمهور زي جمهور. كل اللاعبين لعبوا في اوروبا كده كابتن. انت عارف النقطه اللي زي ما احنا اعتذرنا لجونيور، على فكره انا اعتذرت يعني انا بجد بصراحه بزعل جدا من تجريح اللعيبه، يعني مهما كان احمد حسن قيمه بالنسبه لمصر، قيمه طبعا. كمان كلاعب كسب بطولات كتيره جدا افريقيه، راجل مجتهد وبيكمل انه يلعب ل 38 و39 سنه، وايه العيب في كده؟ طالما قادر هو حر. انت تنتقدني امتى؟ ملعب اخضر 90 دقيقه، لو ما اديتش بالشكل الكويس لك الحق ان تنتقدني، واحمد حسن ما يقدرش ينتقده ان هو بينتقده في الملعب، انما خارج الملعب انا كبير او انا صغير دي مش بتاعتك، دي بتاعتي انا شخصيا. فانا برضو برايي يعني لازم نتكلم كوره ونتكلم ملعب ونسيبنا من الامور الشخصيه اللي بتاثر على حاجات كتيره جدا في تحليلنا وفي نقدنا للاعبين المصريين او اي لاعب اخر. كابتن هنتكلم في المباراه دي وهنجري في المباراه الثانيه عشان الوقت. انبي والاهلي طبعا، وخساره النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. ما احنا ممكن نكملهم بكره. وخساره النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء، وخروجه من كاس مصر طبعا واحده من المصائب التي تاتي على النادي الاهلي في الفتره الاخيره. كابتن خالد، يعني الاهلي لعب بتشكيله نقول محمد فضل ومحمد ناجي جد واثنين يعني او لعب براس حربه واحد تحتيه اثنين محمد ابو تريكه ومحمد ناجي. انا ما شفتش الاهلي شكل امبارح بصراحه، شفت فيه عشوائيه، شفت هو للاسف يعني عندك حق، يعني عندك حق. النادي الاهلي كان من اسوأ المباريات اللي لعبها يمكن في اخر 5-6 سنين، مباراه سيئه جدا فنيا وتكتيكيا وذهنيا حتى مستوى اللعيبه. يعني انا المره الاولى من حوالي بتاع مثلا 30 سنه ما اشوفش الاهلي يوصل للمرمى. يعني الاهلي ما عملش فرصه خطر اول 24 دقيقه، اول مره يروح على ما كانتش فرصه كابتن. لا الجمله يعني جمله مش فرصه جمله. هو عمل جملتين، الجمله في الدقيقه 24 انت بتتكلم عليها، وجمله كانت في الدقيقه 59 في الشوط الثاني بس، وما كانتش ما وصلتش للمرمى كمان. انما انت تلاحظ فريق انبي وصل للمرمى مرتين في الشوط الاول، مره عن ضربه ثابته وده خطا من اخطاء النادي الاهلي، ضربات ثابته. نعم. النقطه الثانيه كمان اللعب على خط واحد بتلعب 3-5-2، فعشان كده انا شايف النادي الاهلي كان